ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الفول النابت. انا هعمله لكم عشان خاطر الصيام، وعشان كمان تحفظوه عندكم علشان تعملوا له الجمعه العظيمه. هعمله لكم بطريقه حلوه جدا جدا جدا. انتوا عارفين طريقتي في الفول النابت. بتبقى حلوه جدا. تقدروا كمان تعملوه مش للجمعه العظيمه بس، لا، للصيام عموما. بيبقى حلو وخفيف، وفي نفس الوقت طعمه جميل جدا يعني. والشوربه بتاعته بتبقى لذيذه جدا جدا جدا. هو الحمص الشام والحاجات دي كلها بتبقى حلوه جدا 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 في الصيام، وبتبقى خفيفه كمان عن المعده. هعملها لكم بطريقه حلوه، وكمان بيبقى ليه طعم حلو ومميز يعني. غير ان هو خفيف، كمان هعمل لكم ليه طريقه كده بتبقى حلوه جدا جدا جدا. اول حاجه هنجيب الفول عندنا، هنغسله كويس جدا. بعد كده هحطه في مصفى، في طبق يتصفى كويس جدا من الميه. وبعد كده هروح احطه بقى، هنقعه في ميه. طبعا هو ناشف، هنقعه كده في ميه عادي من الحنفيه خالص، ميه بارده جدا من الحنفيه عادي، مش ميه سخنه ولا اي حاجه. هننقع الفول. بصوا اهو الفول ناشف، هصفيه بقى من المصفى وهحطه في الميه. لازم الميه بتاعه الفول تبقى مغطيه الفول بكميه حلوه جدا، مش يا دوب تغطيه، لا يعني مغطياه بطريقه. بصوا يعني انا عندي اهو نص صباع كده. شايفين كميه الميه اللي فوق تبقى قد الفول مرتين. شايفين اهو، حتى بعد ما نفش ده كده انا سبته ليله كامله. تسيبيه ليله كامله، او يعني تسيبيه مده حلوه جدا، مش اول لما يبتدي يفنش تروحي مصفياه، لا تسيبيه كويس جدا. يعني انا نقعته من بالليل تقريبا الساعه 9 بالليل، ودلوقتي الساعه 10 الصبح، تقريبا 12 ساعه او يمكن اكتر كمان. تسيبيه من بالليل لحد الصبح، او من اول اليوم لحد بالليل، تمام، لحد ما يفنش معاكي كويس جدا جدا. تلاقيه كده بدأ يبقى طري كده حلو قوي يعني. شرب المية بتاعته كويس جدا. ما تخليهوش محصول كده ولا فيه يعني ايه. يبقى كله زي بعض، كله فنش معاكي، وكله بقى متلين معاكي كويس. هنصفي بقى النابت الفول بتاعنا، هو لسه ما نبتش. هنصفيه وهنغسله كويس جدا جدا. تغسليه كده وتشطفيه مره واثنين وثلاثه، لان ساعات بيبقى فيه اتربه. هنشطفه كويس جدا، لان الميه اللي هنحطها فيه دي بقى هي اللي هيشرب منها. و في الاول يعني تغسليه كويس جدا جدا، وبعد كده تنقعيه في الميه زي ما قلنا ليله كامله، لان الميه دي بيشرب منها. تمام. طبعا الميه كده بتبقى لونها غامق شويه، عشان القشره بتاعت الفول بتنزل السواد بتاعها. هنغسل كده النابت اهو بتاعنا كويس جدا جدا. نغسل الفول كويس جدا ونصفيه كويس جدا جدا جدا. وبعد كده نحطه كده في الطبق اللي هننبت فيه اهو، بعد ما شطفناه كده مرتين وثلاثه. اهو شايفين. بصوا لو لقيتي واحده ناشفه ولا حاجه، لا طلعيها، لان دي مش هتنبت معاكي. لو لقيتي فوله ناشفه ولا حاجه طلعيها، لانها مش هتنبت معاكي بسرعه. ويا دوب هتبقى اللي هو ممكن تطرى معاكي يا دوب، يعني ممكن تشرب ميه بسيط يعني، لكن هتبقى ناشفه، وبالتالي هتبقى في النابت نفسه مش هتبقى ظريفه يعني، مش هتبقى حلوه. صفينا الفول كويس جدا. هنجيب بقى اي فوطه عندك، يفضل انها تكون فوطه اتقل من دي شويه. انا دي المتوفره عندي دلوقتي. هبلها كده واعصرها وهحطها عليها، تمام. وكل شويه هتغسلي بقى، تحطي فيه ميه وتغسليه وتشطفيه. والفوطه نفس الحكايه، تعصريها وتشطفيها وتعصريها كويس جدا، وبعد كده تحطيها عليه. كل ما تدخلي المطبخ تعملي، لو عملتي تعملي الحكايه دي، لو عملتي الحكايه دي على فترات قريبه جدا، يعني عملتيها كتير على مدار اليوم، هينبت معاكي بسرعه جدا جدا. لكن لو عملتيها مرتين ثلاثة في اليوم بس، هياخد فترة، هياخد معاكي مثلا 3-4 ايام من ما ينبت. لكن لو عملتي الطريقة دي كل ساعتين مثلا، تدخلي تديله شوية، خليه جنبك على الرخامة جنب الحوض، كل شوية حطي له شوية مية اشطفيه بالطريقة دي. بصوا انا كنت كل ساعتين ادخل احط له كده شوية كام كوباية مية، واديله كده شطفة كده بايدي، وبعد كده اصفيه. بعد كده ابل الفوطه وارجع اعصرها واروح حطها عليه. الطريقه دي بتخليه ممكن في يومين 2 معاكي بس، هينبت معاكي، يبقى يبقى حلو جدا. الفوطه كمان اهي هبلها كويس جدا واغسلها، يعني اغسلها بالميه، يعني اشطفها كده وهحطها واعصرها كويس، وبعد كده احطها عليه.
والفوطه لو كانت اتخن من كده شويه كانت هتبقى حلوه، وكل ما تكون قطن يا جماعه تبقى احسن واحسن، هتنبت معاكم الفول كويس. بصوا هنا بعد 6 ساعات تقريبا، بعد 3 ساعات الاول بدأ ينبت، وبعد كده بعد 6 ساعات بصوا بدأت النبتة تطول شوية. هتعملي الحكاية دي انا هنا عملته لكم، ما سبتوش ينبت كتير قوي، هتشوفوا التنبيته هوريها لكم من قريب. ممكن كمان تخلوه ينبت اكتر من كده، بس انا حبيت ان انا اعمله لكم بالطريقه دي. التنبيته بتاعته تبقى متوسطه علشان ما يبقاش فاضي من جوه، وما يبقاش طعمه متغير، وكمان عشان يبقى حلو وتبقى الفوله ماسكه نفسها. انا بحب الفوله كده تبقى ماسكه نفسها وتبقى حلوه. هنشطفه كده تاني وهنصفيه. بصوا هوريكم بقى دلوقتي بقى ايه. ده هنا تقريبا تاني يوم الصبح، يعني انا بقالي بنبت فيه اليوم كامل غير الليله اللي انا قعدت فيها. ده هنا تاني يوم غير الليله اللي انا قعدت فيها. واول يوم بقيت كل ساعتين اعمل فيه. بصوا هنا بدأ ينبت اهو، ده تاني يوم الصبح. بصوا التنبيت حلو ازاي. طبعا تقدري تسيبيه على حسب ما انت عايزه النبته تبقى شكلها ازاي. انا كده بالنسبه لي حلو قوي عشان ما يبقاش فاضي من جوه، وكمان ما يبقاش مفرغ من جوه، ولما اجي اسلقه يتفرول معايا والقشره تطلع من الفول. هو كده حلو جدا. وهتلاقي الميه بقت مش حلوه ومش ظريفه، والميه بقى لونها مبيض كده من الفول، وتلاقي الفول من جوه اتهرس والفصل عن القشر. لكن لما بينبت بطريقه كده متوسطه، ما بينبتش قوي، بيبقى حلو. فكمان انت لو مستعجله هينبت معاكي بالطريقه دي حلو قوي، هياخد معاكي يا دوب يومين 2 بس. هنا خلاص وصلنا لحد التنبيت. لو حد عايز بس ينبت وبيعمله بطريقه حلوه وعجباه، خلاص كده لحد هنا بقى. خلاص كده احنا خلصنا التنبيت بتاعه. دلوقتي هنبتدي نسويه. لو حد بيعرف ينبت عادي وبينبته كويس جدا ومحتاج التسويه، يبدأ من اول هنا. طريقه حلوه جدا جدا وسهله جدا، ابسط ما يمكن، وطعم بصراحه حلو قوي. يعني مش عشان خاطر انا اللي عاملاه، لا بجد بجد الطريقه دي حلوه. هنجيب بصله وكم طماطمايه على حسب طبعا الطماطمايه انت بتحبيه لونه احمر ولا لونه افتح من كده. انا حطيت كم طماطمايه وبصلايه وكم فص ثوم. طبعا اول حاجه بنحطها على النار، نحط ميه بتغلي، وبعد كده بنضرب الحاجات دي في الخلاط. وبعد كده بعد ما الميه بتغلي بنزل بالطماطم والبصل اللي انا فرمتهم. بعصر عصير نص ليمونيه، طبعا اكون شايله البذر منها. وبعد ما الطماطم بتغلي بصوا اللون بتاعها بيبقى متغير كده، بتبقى محمره وبيبقى لونها حلو. سيبها تغلي كويس. وبعد كده هبدا بقى احط الفول اللي انا منبتاه، وهبتدي بقى احط مكعب مرقه لو انت حابه، وهنحط ملح وكمون وعصره الليمون اللي احنا حطيناها. انا ما حطيتش اكتر من ملح وكمون بس. الكمون بيبقى حلو جدا مع النابت ومع الحمص الشام اللي هو الحلبسه بيقولوا عليه. وشويه ملح وخلاص على كده. طبعا هندوق الملح، انا حطيت معلقه من الملح، انا عايزه الملح بتاعي يبقى مظبوط، كمان حاطه مكعب مرقه فمش هكتر الملح اكتر من كده. هنا كده هتسيبيه بقى من معاكي من نص ساعه لساعه الا ربع او ساعه بالكتير جدا، علشان تبقى التسويه بتاعته حلوه. بصوا هنا شايفين اللون بتاعه، لونه كده حلو وجميل. الشوربه كده بتاعته تبقى لونها احمر كده وحلوه. كده خلاص التسويه بتاعته بقت تمام. تعالوا بقى نعمل الدقه. عايزه اقول لكم انا هنا كنت ما غرفتش طبق بس كان طعمه جميل جدا، وشكله كمان في الطبق بيبقى احلى واحلى. بس الجزء ده اتمسح من الفيديو. هنا بقى تعالوا نعمل الدقه. الدقه دي بقى حاجه تانية خالص. عندي معلقه من الثوم، وعندي معلقه من الكمون، ومعلقه من الكزبره، معلقه صغيره يعني ممسوحه. ثوم وكمون وكزبره وشويه ملح، وهنحط ليمون. بصوا انا هنا ما كترتش الملح علشان انا الملح بتاع النابت كويس جدا. وهنحط بقى شويه من الشوربه بتاعه النابت. يبقى حطينا توم وكمون وكزبره وملح وليمون
تقدري تحطي ليمون او خل. وهنحط بقى ايه، هنقلب الحاجات دي مع بعض ونملى الكوبايه بشوربه من شوربه النابت. طبعا لو عندك هريسه وحابه ان انت تحطي فيها هريسه شطه خضراء او حمراء، اللي يريحك. انا هنا حطيت، كان عندي هريسه شطه خضراء، حطيت كده معلقه. وهجيب بقى كوبايه من الشوربه بتاعه النابت. تقدري تعملي الدقه دي للحمص الشام، للنابت، ممكن كمان للترمس بقى هتضيفي كوبايه من الميه عاديه، ميه عاديه من الحنفيه. تمام كده نكون عملنا الدقه الجميله دي. هتعمليها لوحديها حتى بتنفع، ممكن تعمليها وتحطيها على سلطه، بتبقى حلوه جدا. يعني كده طبق فيه طرنشات بصل، مع طماطم، مع فلفل، بقطعهم واحط عليه شويه من الدقه دي، بيبقى طعمه حلو جدا، بيودي السلطه معاكي في حته تانية خالص، بيخلي طعمها كده ايه، متحبش كده وحلو. هتعملوا الدقه دي وهتحطوا بقى، بتاخدوا منها كده معلقه وهتحطوا في الطبق بتاع النابت. كل واحد ياخد على حسب الكميه اللي بيحبها، بيحب التوم كتير، بيحب التوم قليل، بيحب البهارات ما بيحبهاش، كل واحد ياخد على قده كده في الطبق بتاعه. او لو حابين تزودوا الكميه وتحطوها على الحله كلها مفيش اي مانع، بس هي لما بتبقى وقتي كده، التوم مع الدقه دي بياخد وقته كده في التتبيل، وبتاخدي كده منها معلقه وتحطي في الطبق بتاعك، بتدي طعم مختلف نهائي، وبتدي طعم حلو خالص 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 لطبق النابت بتاعك. وتقدروا كمان تعملوا معاه عيش محمص. الدقه دي حلوه جدا، اللي قلنا للنابت والحمص الشام، ممكن للترمس ولاي حاجه انت عايزه تتبليها.